الموقف ده كان الموقف التاني اللي هو الخاص بيه. الموقف التالت بقى، جيت اعمل تأمين صحي، وطبعا يعني للجورنان وكده، فروحت هيئة التأمين الصحي اللي تابعة لينا، وبعدين داخله عادي جدا علشان اعمل الكشف اللي هي هتديني من خلاله الموافقه. ففوجئت بانها بتقول لي الدكتوره اللي بتعمل لي ايه ده؟ انا عامل فندم، بس مش كنت لابسه بدله، كنت لابسه كاجوال يعني. شكلك عامل كده ليه؟ قلت لها شكلي ماله؟ انت بنت؟ لا طبعا. فرديت عليها قلت لها، فانا كنت لابسه النضاره، قلت لها ايوه انا بنت. عملت لها كده ايوه انا بنت. قالت لي لا ازاي؟ يعني ايه؟ صحيح ايه؟ ازاي مش شايفه انك بنت؟ لا قالت لي ازاي؟ قلت لها صحيح انا بنت يا فندم، فيكي حاجه؟ فيا دكتور انا بنت، في حاجه؟ عايزه ايه؟ قلت لا 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 اقلعي. يا سلام. فطبعا يعني قلع ايه؟ قلت لها طب هقلع انهي بالظبط؟ يعني قلع ايه؟ يعني حكش بطنه ولا حكش ايه بالظبط؟ فتعاملت، حسيت باهانه شديده لدرجه ان انا اتقتلت. عياط يومها. لا ومعايا بطاقه التامين الصحي دي. عياط ايه ده؟ انا ما عملتهاش. ده تخيلي حضرتك، تخيلي حضرتك لما يعني عشان معاها بطاقتك؟ معايا بطاقه انثى مكتوب فيها انثى، بس قالت احنا من كتر اللي قعدنا بنسمعه بقى خلاص الواحد ما عادش واثق. ايه اللي مديها مؤشر انك راجل يعني؟ ما اعرفش. وعايزه اقول لك ان كانت بتقلب اكنها بتقلب في بضاعه. مش عايزه اقول لك بقى يعني، مش عايزه اقول لحضرتك. لا ما عندكيش اي حاجه تدل على انك ذكر. ايه ده؟ انت المكان ده دي عمليه؟ قلت لها انا تخينه ففي حزك، انا تخينه، انا ده عشان تخينه. قلت لا ممكن تكون عمليه. لا في مظاهر الراجل يعني. قلت لها اهو انا يا فندم اهو. فصدقيني عيب قوي. ما اعرفش. فتخيلي ان دي دكتوره مثلا بتقابل بشر في الهيئه دي او التامين الصحي. انت عارفه ان لو الواحد عارف حاجه غير نفسه، عارفها اما بتتقله بتوجع قوي يعني. ولما سالت بقى الناس اللي معايا، احنا كنا رايحين مجموعه، حد فيكم تعرض لكده؟ قال لا ده احنا بس مجرد كشف روتيني يعني. شايفه النضاره؟ طب النضاره دي ايه؟ طب الحاجات اللي هي الروتينيه.